من الاسباب الحقيقيه، استغفر الله العظيم يا رب سامحني يا رب، الاكل الدايت. هي دي من الاسباب السعاده اللي في الحياه، الاكل الدايت. سامحني يا رب، انا عارفه ان انا بكذب، بس هي من السعاده بقى. السعاده هنعمل ايه؟ اسئله كتير جدا جدا بتواجه معظم الستات والبنات. انا عايزه افرح. ما تفرحي نفسك يا حبيبتي. انت مستنيه حد يفرحك؟ ما تستنيش، لانك مش هتلاقي حد يفرحك ايا كان هو مين او وسيله الفرحه هي مين. فرحي نفسك. فيديو النهارده جالي بناء على الناس قاعده تقول لي عندنا ضغوط، تعبانين، مش كويسين، عايزين نخرج من المود او نقضي وقت حلو ولو ساعه في اليوم. جات لي الفكره دي وقلت اشاركها معاكم، لان انا ده اللي بطبقه في حياتي. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك وشير وسبسكرايب للقناه، وما تنسيش تفعلي الجرس علشان زر الاشعارات يوصلك وفيديوهاتي توصلك على طول. يلا بينا نبدا الحلقه ونشوف عباره عن ايه، ويلا بينا كيبو. طبعا كلنا عندنا ضغوطات طبعا كلنا عندنا ضغوطات طول اليوم، سواء بقى انت متجوزه عندك شغل البيت والمسؤوليه والاولاد والدروس والمدارس والطبيخ والغسيل وانت مالكيش حظ، سواء كنت طالبه كل يوم بصحى اروح الكليه اطلع اروح الدرس اجي اعمل، ما عنديش وقت افرح نفسي فيه. وفجاه بنلاقي نفسنا هوبا قطعنا مشوار طويل طول اليوم وهلكانين وتعبانين وبيجيلنا اكتئاب ونقعد نعيط ومش عارفين احنا سبب بكائنا ايه. فيديو النهارده هقولك ازاي تسعدي نفسك. مبدئيا كده اول حاجه لازم تخلقي لنفسك وقت. مش معقول اليوم فيه 24 ساعه مش لاقيين ساعه 60 دقيقه بس نستمتع بيه في نفسنا. يعني حرام بجد والله، مش كل حاجه البيت والمسؤوليه واحنا ما نلاقيش نفسنا. فمن اهم الحاجات دي اول حاجه تحددي وقتك مش زي وقتي ولا وقتك زي غيري. شوفي الوقت المناسب بقى، بالليل لما العيله تنام، الصبح وهم نايمين او في المدارس، راحوا دروس، جوزك في الشغل، ايا كان اخلقي ساعه واحده لنفسك. يبقى نتفق على اول حاجه ان هو تحديد الوقت، وده من اهم اسباب السعاده. هديكي شويه افكار ممكن تساعدك ان انت تعمليها في البيت او تطبقيها تخرجك من مود اللي احنا بنحس بيه ده. اول حاجه ممكن ترسمي. ايوه ممكن ترسمي، جيبي اي بلانر في اي رسومات واي الوانات واقعدي ارسمي عادي. سلي نفسك انك تتفرجي على حاجه انت بتحبيها، سواء في التلفزيون سواء على الانترنت، افتحي اليوتيوب، ايا كان الطريقه اللي بتحبي تتفرجي بيها على حاجه انت بتحبيها، حددي لها وقت وتتفرجي عليها. ممكن تنزلي تشتري اي حاجه انت حباها او نفسك فيها ومفتقداها، ممكن تنزلي تجيبيها في خلال الساعه دي، مش هتاخد من وقتك حاجه. ممكن تجيبي كتاب وتقري فيه. يعني انا واحده من دماغي مطرقعه، بحب اقرا حاجات مطرقعه زي مثلا ضحكات كئيبه لاحمد توفيق او مقصوفه الرقبه لغادة عادل، فمش هتفرق ايا كان الطريقه اللي هتفرحي نفسك بيها. ممكن بقى تمشي على المشاية. يا سلام، ايه ده احنا هنعمل رياضه؟ لا، ده انت هتمشي كده تسلي وقتك وتسمعي حاجه وتتفرجي على حاجه وانت ماشيه على المشاية. ما عنديش مشاية، اخرجي يا حبيبتي امشي في الشارع. مش هقدر اخرج في الشارع، امشي يا حبيبتي في المكان في اوضتك وحطي ميوزك واستعدي واستمتعي وعيشي وقتك خالص. وممكن بقى تكافئي نفسك كل شهر، يعني تقولي كل يوم هحدد لنفسي هدف، لو حققته تارجت في خلال الشهر مثلا حققته 20 مره هجيب برطمان واسميه برطمان السعاده واحط فيه اي مبلغ انا حباه، ممكن وليكن اقل ما يمكن عندك حطيه، وتعالي في اخر الشهر افتحي البرطمان ده هتلاقي مثلا في السيف فلوس، تنزلي تشربي قهوه في كافيه، ممكن تنزلي تشتري جيبه او تشتري بنطلون او تشتري طرحه، ايا كان المبلغ تنزلي وتسعدي نفسك. فلو ما لقيتيش حد يفرحك فرحي نفسك، لان احنا مش هنلاقي ولا هنلاقي حد يسعدنا. اتمنى ان انا اكون وصلت لك ولو جزء بسيط من اسباب السعاده، لكن السعاده حاجات كتير جدا جدا هتكلم معاكم فيها. انك تفرحي نفسك، فرحي نفسك يا اختي، فرحي نفسك، محدش هيفرحك ابدا. اشوفك على خير في فيديو تاني، باي باي. سؤال كتير النهارده جالي بناء على الدبانه بتجري. لو اول مره تشوفوني او تتابعوني اتمنى تعملوا لايك للفيديو واشتراك، والدبانه قاعده تجري مش لاقيين ساعه 60 دقيقه بس نستمتع بيه في نفسنا. يعني حرام بجد والله، مش كل حاجه البيت والمسؤوليه واحنا ما نلاقيش نفسنا. مش هقدر اخرج في الشارع، امشي يا حبيبتي في اوضتك في المكان وحطي ميوزك،